السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي. اليوم غادي نهضروا على واحد المجال اللي معروف ومهم في الفلاحة، ألا وهو تربية أبقار الحلوب. أبقار الحلوب كتلعب واحد الدور كبير في اقتصاد البلاد، خاصة البادية، لأنها كتوفر فرص شغل وكتوفر واحد الكمية ديال الحليب واللبن والزبدة إلى غير ذلك. لكن إخواني، النجاح في هذا المجال كيتطلب واحد المعرفة وواحد الصبر وواحد التخطيط وواحد الاستراتيجية. أول حاجة خص الفلاح يختار السلالة المناسبة، يعني الأبقار فيها بزاف ديال السلالات، ولكن السلالة اللي كتنتج الحليب معروفين بزاف، يعني هي سلالة الهولشتاين والمونبيليار، لأنها كتعطي الحليب بكثرة. ثاني حاجة خص التغذية تكون موفرة، يعني البقرة ديال الحليب خصها توازن بين العلف، يعني العلف الأخضر والجاف والمكملات الغذائية. بالإضافة للتغذية كيخص تكون الرعاية، يعني خص المكان أو الإسطابل تكون واحد التهوية، وتكون الشمس داخل الإسطابل. كذلك النظافة حتى هي مهمة بزاف، خص يكون المكان نقي بزاف. والضرع ديال البقرة حيت نبغيو نحلبوها، يعني خصنا نغسلوه مزيان قبل الحلب وبعد الحلب، لأنه كيكون مشاكل في الضرع من التهاب إلى غير ذلك. وما نساوش إخوان أنه البرنامج الصحي، يعني واحد المتابعة صحية خصها تكون باستمرار، ومراقبة الطبيب البيطري وتلقيحات أدوية إلى غير ذلك. وكذلك خص الفلاح يدير واحد الوقت ديال الحليب، يعني الحليب يعني اغلب الاوقات كيكون في الصباح وفي العشيه، يعني خص يكون واحد الوقيته مناسبه، يعني الاستمراريه، يعني في الصباح وفي العشيه، يعني 6 الصباح و6 العشيه، يعني ما يبقاش يبدل الانسان الوقت، لان البقره كتولف ديك الروتين، يعني الروتين المنتظم كيساعد البقره ترتاح وتعطي الحليب بكثره. وفي الاخير كنقول لاي واحد بغى يبدا في هذا المجال هذا، يعني خصو يبدا صغير، ما يبداش كبير، يعني يبدا بواحد البقره ولا جوج باش يعرف المهارات والمكتسبات، يعني تكون عنده واحد التجربه وكيفاش، يعني كيفاش العنايه والتربيه والى غير ذلك، باش يكون المشروع ديالو ناجح. اخواني، كنشكركم على المتابعه، وما تنساوش الاعجاب وما تنساوش الاشتراك وبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده الجميع. والى فيديو جاي ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.